أهلا أهلا، كيفكم يا حلوين؟ أنا حور، واليوم رح أقرأ قصصكم ومواقفكم المحرجة، وأنا أسوي معاكم الكارتون كيك أو هذه الكيكة اللي كانها طالعة من مانجا. فحطوا لايك وخلونا نبدأ. قبل ما نقرأ القصص حابة أقولكم إنه هذا الفيديو هو أكثر فيديو تعبني من فتحت القناة، فأتمنى إنكم تدعموا الفيديو وتحطوا لايكات وتعملوا شير للفيديو. ويلا نبدأ بأول قصة. تقول صاحبة القصة الأولى: مرة من المرات كنا مسافرين خارج المملكة، وطبعا أنا كاشخة ولابسة أحلى صندل. المهم أذن وتقرر أمي إنه نصلي في مصلى المطار، وطبعا شلت الصندل وحطيته برا. بعد ما خلصت الصلاة أتفاجأ بوت كشخة محطوط فوق الصندل حقي. متخيلين الموضوع؟ يعني البوت الفرد اليمين فوق الصندل اليمين حقي، والفرد اليسار فوق الصندل اليسار حقي. الأخت مستخدمة الصندل حقي دواسة يعني. أنا اللي من القهر ألبس صندلي وأخذ البوت الفرد اليمين أرميه في الحمام عند المغاسل، وأروح أمسك الفرد اليسار وأرميه جهة اليسار آخر الصالة. ومن هذا المنبر أعتذر من صاحبة البوت، وأتخيل شكلها وهي رايحة لأوروبا حافية. سامحيني بس أنت اللي بدأتي. السالفة صارت لي وأنا بصف ثالث ثانوي، وأنا جالسة بمكاني كالأميرة، وكانت أستاذة الدين أظن كانت حصة فقه. المهم الأستاذة طلبت مني الدفتر تبي تصححها، وأنا بكل فخر أعطيتها دفتري. طبعا أنا كنت أكشخ دفتري من زود الشطارة اللي فيني، وكان غلاف الدفتر عليه صورة دورة. أخذت الأستاذة الدفتر، ولما شافت دورة قالت لي: دفترك حلو ومرتب وكامل، بس غيري صورة الغلاف، ما يصلح تحطين صورة. المهم أنا سويت فيها البنت اللي تسمع الكلام وغيرت غلاف الدفتر. وجت حصة الفقه وأعطيتها الدفتر. الأستاذة قامت تشكرني. وقتها أنا كنت مسوية لوك جديد وقاصة شعري. قالت: ما قصرتي، غيرتي الدفتر، بس جيتيني بنفس القصة حقت دورة. ضحك علي كل الفصل، وليومكم هذا أكره دورة وأكره أقص شعري. موقف المحرج صار بالابتدائي، من كثر الإحراج ما قدرت أنساه. مرة كانوا المدرسة مسوين فعاليات، وبنت من البنات جابت تمر، والأستاذة قالت لي: روحي وديه. وأنا سمعتها تقول: روحي وزعيه. والمشكلة مو هنا، المشكلة أني أعطيت كل الأبلات اللي مروا جنبي، وبقي من التمر نصه، ورحت وديته على مكتب الأستاذة. ولما رجعت قالت لي: ليه مطولش فيك؟ قلت لها: وزعته مثل ما قلتي. قالت لي: الله يهديك يا بنتي، قلت لك وديه، خلص التمر. قلت لها: لا بقى. قالت لي: طيب اجلسي. وصار لي موقف ثاني مع نفس المعلمة، كانت تعطي البنات اللي صوتهم واطي مايك عشان تسمعهم، فقالت لي: روحي جيبي المايك. وأنا سمعتها تقول الماي، فرحت جبت لها غرشة موية، وتقول لي: إيش هذا؟ أقول لها: هذا هو. تقول: هذه موية مو مايك. وأنا خلاص اختفيت من الإحراج، بس كنت وقتها بصف ثالث ابتدائي. فين كان عقلي؟ أنا كنت فين؟ الناس اللي بيسألوا عن ضميري مشنوق في الزاوية. مرة جدتي سوت عملية، وأنا وأمي قعدنا عندها بالمستشفى. المهم أمي قالت: بروح للحمام الله يكرمكم. قلت لها: تمام. هي راحت وطولت بالحمام. طلعت أشوف وين راحت، وكنت ماسكة الجوال ومندمجة فيه. بدل ما أفوت لحمامات النساء فت على حمامات الرجال، وكان في صوت مياه، وأنا أستنى وأدق على الباب أقول: يلا بسرعة. الرجال من الخرشة ما طلع، ويطلع صوت زي كذا وأنا أقول: إيش في؟ إيش اللي يلا بسرعة اطلعي. أمي كانت ماشية قدام الحمام وسمعت صوتي ونادتني، وأنا وقتها فهمت وطلعت ركض. الحمد لله والشكر على هالاشكال. الحمد لله والشكر. يوم من الأيام نمنا أنا والأهل في بيت جدي، لأنه بيتنا كان مرمم ونبي نغير أشياء في البيت. المهم جدي كان عنده عصفور، وفي ذاك الوقت كنت أنا في الصالة أذاكر، لأن كان وقتها اختبارات. المهم العصفور كان جنبي، وفجأة جاء عندي وقطع ورق الكتاب، وأنا هنا عصبت بسرعة، وفجأة قمت مسكته وخنقته. المهم أنا لما ناظرت وش سويت، على طول رحت عند جدي أبكي، وقلت له إن أخوي هو اللي خنق العصفور. وفي ذاك الوقت كانوا موجودين عمي وعماتي، وما صار غير يوم واحد إلا وانتشر الخبر الكاذب إن أخوي هو اللي خنق العصفور. ما في شي يضحك.
قبل كم يوم رحت على السوبر ماركت عشان أخذ لي أغراض، ودخلت للصيدلية عشان أخذ أغراض خاصة للحريم. المهم رجعت البيت وولدي اللي عمره 5 سنوات شاف الأغراض وأشر لي عليها وقال لي وش هذا؟ أنا صرفتها وقلت له مناديل. المهم بعدها بيومين جو في بيتنا 2 من خوالي اللي هم عبد الله وخالد، وأنا كنت توني راجعة من الجامعة. دخلت المجلس وسلمت عليهم ورحت المطبخ أسوي لهم غدا، وخالي عبد الله طلب مناديل من ولدي، وراح ولدي الله يسلمه وجاب له الأغراض اللي خاصة في الحريم. المشكلة إنه خالي خالد متزوج وزوجته بعد بالمجلس، وكمية الإحراج اللي جاني بذاك الوقت ما أقدر أوصفه. وقفت متجمدة أستوعب اللي صار، حرقت نص الطبخة وبعدها طلبت لهم من برا. للأسف بعض الأمهات يعملون نفس الحركة، أتمنى ما حد يسويها، ترى للحين ما أقدر أروح قدام خوالي. يا فضحي فضحة، يا فضحي فضحة. في عز المراهقة كنت بصف 2 متوسط، مسكت معي أبي أفصل من المدرسة، كنت كارهتها بشكل فظيع لدرجة أني أبكي عند أمي أبيها توافق، ومن كثر ما أزعجتها قالت لي خلاص أنا موافقة تفصلين، بس بشرط أنك تكملين 3 متوسط، على الأقل تكون معك شهادة متوسطة وبعدها أفصلي. طبعا كانت تكذب، ما راح تخليني أفصل بس تبيني أصدقها، ورفضت إلا أبي هالسنة أفصل ما أقدر أكملها. قالت كملي هالسنة على الأقل ولك مني 200 ريال. طبعا وقتها كانت تسوى، ووافقت واستانست وشديت حيلي ونجحت وأخذتها. كملت دراستي وكملت إلين هضمت الدراسة وصرت أحبها، وجبت في ثالث ثانوي 98 ودخلت للجامعة وتخرجت بمعدل ممتاز مع مرتبة شرف أولى، والحمد لله لولا الله ثم أمي وال200 ريال كان الحين ما معي إلا متوسط. مبروك مبروك. شو تريدين؟ حفلة؟ زلاطة؟ نعال؟ لما كنت في الابتدائي طلعنا ندور فساتين لعرس ولد عمي لي أنا وأختي اللي كانت أكبر مني ب4 سنوات، وجلسنا ندور من محل لمحل إلين وجدت ضالتي فستان بنفسجي. الله لا يوريكم التصميم، تصميم الباكستاني راعي المحل نفسه، ما أقدر أوصفه، خنقتني العبرة حتى وأنا أتذكر. ما علينا، المهم القلب وما يهوى، تسمرت عنده وأصريت عليه، وأختي تقول لي يا هبلة ترى مو حلو يفشل، وأنا إلا مصرة أبغاه. تقول لي يضحك لا تاخذينه، وأنا أقول له مالك دخل أنا كيفي، وأقول لأمي وأبوي شوفوا أختي تتفلسف علي، وعصبوا عليها المسكينة وسكتت. وليتها ما سكتت، أخذت الفستان وهي راحت محل ثاني وفصلت لها هذاك الفستان الأحمر المطرز اللي راس على الجسم، يعني في هذيك الأيام كان أقوى شيء، قمة في الكشخة. وبعد كم أسبوع رحنا العرس وأنا على بالي بكسر القاعة بفستاني، لو أحصل بنت قدامي لابسة فستان نفس أميرات ديزني وماسكة عصا سحرية وتطالعني أنا وفستاني من فوق لتحت وتقول واع شنو هالفستان الخايس، وأنا وجهي خلاص. وفجأة طرى على بالي شكل أختي وهي تتشمت فيني، وهذيك الساحرة اللي كدرت خاطري طول العرس. من شفت كشختها قعدت عند أمي على الطاولة ولا تحركت لين خلص العرس. المهم من بعد هالسالفة وأنا حتى شراباتي حقة المدرسة استشير أختي فيها. هيلقية عمرها ما راح تتعدل، فشلتنا الله يفشلها. كان عندنا مناسبة بالرياض وكانت يوم الجمعة، فقررنا نمشي مع أخوي يوم الخميس آخر الليل. المهم مشينا وما اتفقنا مع أحد إننا نجلس عنده، من مشينا لين وصلنا وحنا نتصل على خالاتي والعرب نايمين ولا أحد يرد، وبالأخير ردت بنت خالتي وبلغتها إننا جايين، وقالت الله يحييكم بجهز لكم الفرش بالمجلس وأترك باب الشارع مفتوح شوي لأني بنام. ولما وصلنا كان أخوي توه بادي يسوق والرياض كبيرة ما نعرف كيف نروح للحي، ونوقف على جنب ونبدأ نبحث كل واحد بجهازه وجوجل ماب ونتذكر المعالم القريبة منهم، وبالنهاية ما نجحنا. وتوقف سيارة شباب، الصدق إني خفت، شوارع فاضية وسيارتنا شاب صغير وبنات، بس الحمد لله طلعوا شباب طيبين الله يجزاهم خير. وصفنا لهم الحي ووصلونا ودخلنا للشارع لأننا جينا قبل كذا، وبيتهم كان مثل ما تقولون دوبلكسات، الشارع كله مثل بعض والفرق بس رقم البيت، وحنا ما نعرفه، وكل واحدة تقول هذا هو وثاني تقول لا 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 هذا. المهم نوقف عند بيت اتفقنا عليه وننزل ملابس الحفلة بأكياس مغسلة وأغراض وش كثرها، ونفتح الباب ويطلع مسكر. طيب يا ربي وش نسوي الحين؟ أكيد الهوا سكر الباب.
قلت لأخوي ما في حل إلا إنك تخطر السور وتدخل تفتح. وش نسوي بعد؟ السور كان عالي بس الباب كان يساعد إنه يتسلقه. المهم ياخذ علاق ويحاول فوق السور إنه يفتح الباب، بس الباب كان قوي عيا يفتح، ويطب داخل البيت ويفتح لنا. ويا عمري تجرحت يده من التسلق. وتمر سيارة ويناظر فينا وهو منهبل يحسبنا حرامية، ما يدري إننا مواصلين نبي النوم، والباب تسكر علينا بالوقت الغلط. المهم ندخل ونسحب الأكياس والشنط بالحوش، وأروح المدخل النساء وأفتحه ويطلع مقفل. شكلها قفلت علينا ونست، إلا وصوت رجل غريب وأنا أنهبل وأكتشف إننا غلطانين بالبيت، وأركض أنا وكراتين التمر اللي معي وأروح البيت اللي جنبه وأحصل الباب مفتوح. طبعا البقرة مين اللي ما تتأكد من الأبواب قبل ما يطمر أخوها، وخواتي يسحبون الأكياس، وأخوي يجمع شبشبة وانتم كرامة اللي رماها قبل ينط. إلا وصاحب البيت يفتح الباب ويطلع ويشوفهم يحسبهم حرامية، لا وجريئين بعد طابين الساعة 8 يوم الجمعة. ويناظر أخوي قال له وش تسوي؟ وأخوي متفشل ومنهبل. إلا وتدخل أختي بتاخذ باقي الأكياس، قالت معلش يا عم جايين من سفر وغلطانين بالبيت. والرجل وجهه متسمر من الصدمة، قال طيب توكلوا على الله. ويسحبون خواتي باقي الأكياس والكراتين اللي أتوقع إنها إثبات الحقيقة بالنسبة له. والحمد لله طلعنا ونمنا وحضرنا المناسبة ولبسنا الفستان، بس تعفض قبل نوصل لأننا ضيعنا القاعة. وبس هذه كانت قصتي. وبس هذه كانت آخر قصة. قولوا لي إيش رأيكم بالقصص وإيش رأيكم بالكيك اللي سويتها. طبعا الكيك هذا أخذ مني وقت ومجهود كبير، بس كانت تجربة حلوة صراحة. وبس قولوا لي إيش رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك، ولا تنسوا تشتركوا في القناة لو ما كنتوا مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. أحبكم، أشوفكم بالفيديو الجاي على خير، مع السلامة.